بسم الله. السلام عليكم بنات، شراكم لاباس بخير؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير واموركم ماشيه على الخير. كما تشوفوا اليوم جبت لكم 3 وصفات من وصفه فريده. هذه الوصفه هي لي سيكار مالحين ولا اصابع الباي ولا كل واحد واش يقولهم. المخاخ ثاني مالحين. الوصفه هذه كما قلت لكم تقدروا تقدموها 6 اشكال. شوفوا مع بعض هنا. انا كاين اللي حشيتهم بسم الله، كاين اللي حشيتهم بالكفته كيما هكا، شوفوا. وكاين اللي حشيتهم بالفرماج، بلاصوص تاع الفرماج هكا. هاي كيف هادشي وصفه اقتصاديه وبريزونطابل، تما بحاجه قليله بربي ان شاء الله نقدروا نديروا عده وصفات. ها هذه دوك نشوفوا بربي ان شاء الله في لا فيديو كيف خدمناها مع بعضنا هكا. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها وتسنى لرضاكم. ولا عجبتكم البنات هذه الوصفه وباقي الوصفات ساهموا معنا بلابوني واللايك وتفعيل الجرس والتعليق بربي ان شاء الله، حتى تما نطوروا من روحنا ان شاء الله ونلبيو لكم كامل الرغبات. وقبل ما نبداو في الوصفه نتاعنا نصليو على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو بسم الله. بسم الله. السلام عليكم بنات، شراكم لاباس بخير؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير واموركم ماشيه بخير. اليوم جبت لكم وصفه مالحه اللي هي وصفه طاجين الباي ولا المخاخ مالحين والا لي سيكار مالحين. هذه الوصفه عندنا نحتاجو اون صوص ونحتاجو لي سيكار تاعنا. لاصوص حطيتها انايا تسمى طيب نورمال، درت طريف تاع دجاج تسمى درتها اون صوص بيضاء كما شفنا معنا مع بعضنا في طاجين الشوا وفي طاجين الزيتون. وعندنا قلت لكم يطيب. وعندنا حنايا الكفته تاعنا تاع الدجاج اللي حين نخدموا بها لي سيكار. قبل عندي انا حطيت نص حبه بصله قطعتها دي كوب صغار وحطيتها تقلى مع طريف تاع زيت وفلفل كحل وملح. وعندي شويه تاع اللحم الحيه نحطها تقلى معاها ونكمل ان شاء الله. نبداو نحطو الكفته تاعنا باه نرحيوها بسم الله. نحطو لها سنه تاع ثوم ونحطو لها شويه ملح، ما نكثروش الملح، فلفل الكحل، عراس الحانوت اللي عندها المعدنوس دير. انايا ما لقاوليش المعدنوس، ما يجي مليحه بالمعدنوس. عصره تاع قارص، زوج مغارف كبار شابلو خبز اليابس مرحي باه يحكم معنا. نخلطهم بكل نرحيهم ونرجع بربي ان شاء الله. رحينا الكفته تاعنا تاع الدجاج، نبداو بربي ان شاء الله نخدمو. نجيبو نيلون، انا ندير تاع سنين اللي حبي يدير بابي فيلم يدير هكا. ندهنوه بشويه تاع زيت، ندهنو مشي على الاخرى ثاني. الكفته تاع الدجاج عندنا شويه تعب في الخدمه ماشي كما تاع اللحم. بسم الله نحطوها. اللي تجيك ما بنات الدجاجه بزاف زيد لها شويه تاع شابري ونبداو نخدمو فيها. اذا البنات انا حليتها، حاولت نحلها نص طيله كما شفتوا معايا. نحكم لي مول تاعي تاع لي سيكا ندهنهم بالزيت باه ما تلصقليش لاباط هذه تاع
تاع الدجاج الملحي. دركا واش نديرو، نقيسو على المول تاعنا هكا ونقصو هكا قد المول. البنات ما نخليوهاش يقيس على الحواف، ملي يكون يوصل الحواف راهو كشغل الحين نديرو المخاخ عادي ولا لي سيجار ديال الكاطو تاع لي سيجار، ملي يكون يوصل منه من الحواف راهو يسقلنا وما نقدروش نجبدوه. نشوفوا نبداو نديرو دوره وشويه برك، ماشي دوره ونص كامله هكا. هكا نقفلو. لو طون هذا اللي نخدمو حنايا نكونو حطينا البرمه تاع الكسكاس اللي نفورو عليها تغلي ونحطوهم يطيبوا على الفار، يعني نفوروهم المهم لهنا في القفله هذه نقفلو مليح عليهم هكا. ونكملو حبات اخرين، نزيد واحد اذا لي سيكاع تاعنا طابو ما خداوليش وقت كبير. انا بردوا معايا بسم الله. ما تهابوش البنات تقولوهم لصقوا ولا حركوا بالعقل تلقاوهم طاروا. ها معنا بسم الله هكا. اذا عندنا الحمر حيه تاعنا اللي طيب صح، حطيت لها شويه معدنوس، نحط لها شويه برك تاع عدام، ماشي حاجه مغرفه هكا كبيره تاع عدام، حاجه خفيفه برك باه تكولي لي الحمر الحيه ما تخرجليش من لي سيكار كي نقليهم. انا هادو دوك ندير لهم لا شابلي ونقليهم برك ان شاء الله، حاجه قليله برك، والا حطوا معاها الفرماج، انا ولا ما عندي الفرماج. كنبداو بسم الله نحكموا السيكار تاعنا ونحشيوه هكا. هكا نزيدو ونكمل انايا نفس الكميه تاعي بنفس الطريقه. نكملوا الخدمه تاعنا البنات. انا عندي عاد ما ناقصه شويه برك مغرفه اللي نحيتها قبل حتى تاع الكفته، زلا عاد ما اخرى نحط لها شويه فلفل كحل وملح. اذا ما تجيناش صامته برك اش نديرو، نجيبو السيكار تاعنا اللي كنا كملناه نحطوه في العظام، نديروه من الجهه كاملها جهات كامل، ونديروه نفوتوه في لاشابل. المقله تاعي انا تسخن، حطيت فيها الزيت سخون ونقليوهم. نزيد ان شاء الله. شوف البنات حبيت ندير معكم انا هذه مفتوحه من هذه تحلت لي كبير، اذا كتغطى ما كاين حتى مشكل. ها
اها نكمل انا بنفس الطريقه حتى ما يتسقلا. شوفوا البنات، لي سيجار تاعكم هكا واجدين، اللي تحب تحطهم هكا ما تحبش القليان تحطهم هكا، اللي تحب تقليهم كيما درت لهم انا العدام ولا شابليو تقليهم، اللي تحب تحمرهم هكا برك بلا ما دير لهم العدام ولا شابليو دير لهم. كاين ثاني طريقه اخرى حبيت نديرها معكم هكا، نجيبو الفرomاج تاع الساندويتش نحلوه هكا، ندير وحده معاكم ونكمل. وعندي هذه لادوي هذه الثقبه تاعها هذه صغيره، لا تحبوا ديروا بهذا. المهم اللي يقص لكم هذا شويه ندير على مرتين ما يقصش مليح. المهم نديرو هكا، نديرو فيه فتحات وهادو نرجعو نفوروهم باه يحكموا لنا باه كي نحطو فوقهم الفرomاج يذوب هكا. نحيو هادو يكون بارد، انا كنت حاطه في الكونجيلاتور وجبدته باه نقدر نخدم به هكا. نزيد نحي الزوج هادو ونحطو فوقو. خصكم دو بريفيرونس يكونوا فايرين تسمى سخان هكا، ونحطوهم من فوق نلبسوهم بالفرomاج ساندويتش هذا هكا. نزيد معاكم وحده هكا لا يلصق في بعضها. كي تحطوا البنات تحطوا فيه فوق النيلون باه ما يلصقش من تحت، كنت تحطوه في البلاطو اللي يلصق تما، كنت تحطوه وتزيدوا تهزوه، والا حطوه طول في صحن تقديم. اذا رجعت لكم بنات مع صحن تقديم كما شفنا مع بعضنا. لي سيجار اللي درناهم انا قدمتهم بعده طرق، تما تحبوا ديروا اون صوص سواء بيضه سواء تاع زيتون ولا تاع طاجين فرماج ولا تاع طاجين شوا ولا كفته وتقدموها معاها كمرافق. انا قدمتها اليوم مع طاجين الزيتون باه يجيني طبق متكامل وكما نقولوا زاكي، باه يجيني الطبق تاعي زاكي شويه. نقولوا كي تعود عندي العائله كبيره يكفي. تقدروا ثاني ديروا مع طريف تاع الدجاج برك ديروا مع صوص بيضه ما فيها والو. تقدروا ثاني ديروا مع الشامبينيون، لا صوص تاع الشامبينيون ثاني تجي روعه كما تشوفوا معايا الله يبارك جا رايع. قدمته ثاني مع لاصوص تاع الفرماج. من هنا عندي البنات ما كفاتنيش الكفته، كاين حبات درتهم بالفرماج من داخل لاصوص تاع الفرماج من داخل، هاني قدمتهم انا كما راكم تشوفوا مع لاصوص تاع الفرماج. ودرتهم بعده اشكال كما راكم تشوفوا. كاين هذا ثاني تقدروا تقدموه كسلطه تما كيما تحبوا تشتيو، تتقدم بهاد الثلاث طرق كيما ثاني تصلح دي ساندويتش كيما تحبوا. ان شاء الله يا ربي الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. كيما راكم تشوفوا راهي اقتصاديه بطرف تاع صدر وطرف تاع فخد. درت تما 3 اطباق. تقدروا بيان سور كنت الكفته هذه تحطوها هنايا يجيكم ما شاء الله يجيكم ثاني بزاف ورحمه ربي. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. كيما تشوفوا انا قدمتها مع الخبز المغربي ثاني رائع يمشي بزاف مع الطواجن. والى فيديو قادم باذن الله. كانت معكم ام عبد الوهاب من مملكه ام البنات.